الإسماعيلي وسيراميكا كيلوباترا لقاء ضمن مباريات الأسبوع رقم 23 من الدوري والمقام على استاد الإسماعيلية. الإسماعيلي بيمثله في اللقاء محمد كوكو لحراسة المرمى، قدامه الأربع باكات عصام صبحي، باهر المحمدي، محمد هاشم ومحمد الدسوقي. أربعة في وسط الملعب محمد الشامي، محمد مخلوف، سيرجي أكا وكريم الديب، ومعاهم في الهجوم أحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي. اما فريق سيراميكا كيلوباترا بيمثله لحراسة المرمى محمد بسام مع رجب نبيل وصلاح محسن ومحمد عنتر، محمد توني، احمد رمضان بيكم، محمد بتولي كناريا، محمد ابراهيم ومحمد عادل، ميدو جابر وسيف تقى. بدأت المباراة بالحكم عبد العزيز السيد ومع مساعد أحمد توفيق طلب، والمساعد الثاني أحمد عبد الغني، والحكم الرابع محمد العتباني. ولا يوجد فار، تقنية الفار في هذه المباراة. بدأت المباراة سريعة بضغط وتحكم من الدراويش حتى وصلوا معانا للدقيقة 7 حينما وصلت الكرة من مدبولي، اسيست حلوة قوي لمحمد الشامي، يمر من الشمال ويرقص ويدخل في العمق ويحط الكرة في سقف مرمى محمد بسام، مسجلا هدف رائع للدراويش بعد 7 دقائق. من بعدها بدأ فريق سيراميكا كيلوباترا ينظم صفوفه، حتى أن هذا الشوط كان الاستحواذ من نصيب سيراميكا كيلوباترا 54% مقابل 46% للإسماعيلي. الإسماعيلي بيلعب المباراة بطريقة 4-1-4-1، وسيراميكا بيلعب بطريقة 4-4-2. الشوط الأول الإسماعيلي لعب على المرمى، كورتين منهم الهدف. أما سيراميكا كانت هناك 5 محاولات لكنها بعيدة عن المرمى. في 2 تسلل على سيراميكا مقابل تسلل 1 على الدراويش. هذا كل ما لدينا من أحداث الشوط الأول من لقاء الإسماعيلي وسيراميكا كيلوباترا والمقام على استاد الإسماعيلية. ترى ماذا تكون الأحداث في الشوط الثاني؟ تابعونا. شوط ثاني من لقاء الإسماعيلي وسيراميكا كيلوباترا على استاد الإسماعيلية. كان هذا الصوت تقدر تقول عليه تسيد لفريق سيراميكا كيلوباترا اللي ضغط بكل خطوطه على الإسماعيلي، ويمكن ضاعت منه فرص كتير جدا ما بين محمد إبراهيم وميدو جابر وأحمد ياسر ريان، فرص كتيرة جدا. إلا إن الإسماعيلي ما كانش عنده السيادة الهجومية، لدرجة أن جماهير الإسماعيلي كانت تنادي حمزة الجمل بالتبديل والتغيير، ودافع يمكن بأكتر من لاعب وأبرزهم عمر الوحش، لكن لم تؤتي الثمار. وإن كان محمد الشامي أضاع أكتر من فرصة لا تضيع في هذا الشوط. كانت فرصة السيراميكا في آخر ربع ساعة من الهدف اللي سجله اللاعب طه بالرأس بعد وابل من الكرات اللي قام بيها فريق نادي السيراميكا كيلوباترا لمحاولة الوصول لمرمى الإسماعيلي. والفريقين كده بتنتهي المباراة بينهم بالتعادل 1-1، ودي كانت يمكن نتيجة نفس لقاء الدور الأول. وزي ما قلنا قبل كده تقدم الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول من نصيب محمد الشامي في الدقيقة 7، وسيف تقى في الدقيقة 76 بيسجل الهدف الثاني. لو لاحظنا إحصائيات اللقاء هنجد فعلا أن 55% الاستحواذ لسيراميكا كيلوباترا مقابل 45% للإسماعيلي في هذه المباراة، اللي سدت سيراميكا 11 كورة على المرمى، منهم كورتين على الهدف، بينما الإسماعيلي كان له 7 و3 على الهدف. لا توجد ركلات جزاء. الكروت الصفراء هنا 2 وهنا 2. يمكن كانت المباراة عصيبة في شوطها الثاني. أفضل ما في المباراة وأحلى ما في المباراة هو جمهور الإسماعيلي اللي بيؤازر فريقه بشكل كبير جدا. عموما انتهت المباراة بهذه النتيجة، ويرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا ل 27 نقطة وفي المركز العاشر،
والإسماعيلي يتحرك إلى المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، متساوي مع الداخلية لكنه يسبقها بنسبة الأهداف. نقدر نقول الإسماعيلي بدأ يهرب رويدا من النفق المظلم.